واش اخباركم؟ معكم مبروك، معكم منوعات خديجه ام سلوى. اليوم جيت نشارك معكم الدجاج معمر بالشعريه الصينيه. المهم هنايا عندي دجاجه فيها 2 كيلو ونص. دابا غنوجدو لاصوص ديال الشرموله ديال الدجاج. المهم البنات غندير واحد معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال خرقوم عرق، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملح. المهم الملح على حسب الذوق. غنحكو واحد 2 ريوس تاع الثومه. المهم هاد الدجاجه كتجي معمره بالشعريه الصينيه والقرعه الخضراء. انا مازال غنوريكم القرعه الخضراء كيفاش. المهم هنايا الضويمه تاع الزعفران نسيت ما قلتهاش ليكم. غتعمروها من الجناب، غتزوقوها بالخضره منوعه بحال مثلا اللوبيا كتسلقوها وتشحروها، القرعه كتسلقوها وتشحروها، البطاطا كتسلقوها بشويه الملح. وصافي هادشي اللي كاين، وتذوقوه من الجناب. بقاو معايا وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. نديرو شويه تاع الهريسه، نديرو واحد شويه باش ما تجيكمش حاره. المهم الهريسه كتبنن الدجاج، كتعطي واحد النسمه زوينه في الدجاج. عندك هنايا هاد الثومه راه فيها كاع جميع الاعشاب، راه كتباع في المحلات التجاريه. عندك هاد الثومه فيها الزعتر، فيها كل شيء، كاع الاعشاب فيها. انا كنشريه مصوب في الحكاك هكايا كيتباعوا. وتحكي واحد 2 ريوس الثومه، شويه تاع الزيت، تخلطوا. هي هذيك غديروا الدجاجه تخلطوها، تدخلوا فيها هاد التوابل هادي، تعصروا حقه واحد شويه الحامض، نص حامضه تعصروها في هاد لاصوص هذا. وتديروا الدجاجه تعمروها بهاد لاصوص مزيان من الداخل ومن برا، تحكوها مزيان بلاصوص باش تشرمل مزيان، وتخليوها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه هكاك. عاد باش كديروها في الطنجرات، طقطقوا عليها البصله وتخليوها تشحر. هذه هي الطريقه ديالي. ضروري من الدجاج تشرملوه باش تجي فيه واحد البنه مزيانه. انا يدي مغسوله كنخلط غير بيدي. المهم هنايا غنشرملو الدجاجه مزيان 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 من الداخل ومن برا، ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. انا الدجاجه راه غسلتها بالحامض وبسميتو، حطيت عليها الحامض والملح باش ما تبقاش فيها ديك الزفوره. كتعرفوا الدجاج كتحكوه بالملح بعدا، هو الاول ما ديروش الماء، تحكوه بالملح وعاد باش تشلوه وعاد تعصروا عليه الحامض ثاني وتفركوه مزيان مزيان مزيان. كتعرفوا داك الداخل ديالو كتخرجوا داكشي اللي كيكون فيها في الجناب تاع الفخاد، تحكوها مزيان من الداخل ومن برا. وتخليوه في الكونجيلاتور، تصفيوه وتخليوه في الكونجيلاتور اللي حتى تبغيو تجبدوا الدجاج ما تجيبوش ديك الساعه طيبوه، لان ما كي فهمتوا ماشي بحال تخليوه في الكونجيلاتور عاد تجيبوه وتبيتوه. هنا عندي الشعريه الصينيه واحد 250 غرام هكاك ولا قل. نحكو عليها التويمه حتى هي، نديرو فيها شويه الابزار، شويه تاع الملح، نحكو فيها نص حويمضه. ونخلطو حتى داك القشاوش تاع الدجاج. راه قلت لكم كتشرملوه مع القشيوشات هادو، كتشرملوهم مع داكشي ديال الدجاج وتخلطوه مع الشعريه الصينيه. هنايا عندي الزيتون مقطع، يا ربي، عندي هنايا الزيتون مرقداه في الزيت العود. انا ما كنستحملش نشري الزيتون مقطع، ما كيعجبنيش.
انا الزيتون عندي مرقد في الزيت العود، وكنحيدو تنحيد منو داكشي اللي بغيت، القياس اللي بغيت، ونقطعو دويورات ونخلطو مع الشعريه الصينيه اولا حاجه اخرى في البريوات. هادشي هو اللي كندير انا، ما كنشريش مقطع. ونديرو شويه تاع الربيع، يعني شويه الملح. هاد الشعريه الصينيه ما ديروش فيها التحميره، نديرو فيها شويه البزار، شويه الملح، وشويه تاع سميتو تعصروا عليها حويمضه وشويه الزعفران. المهم التحميره ما ديروهاش في الشعريه الصينيه. كاين اللي ما تيديرش حتى الخرقوم العرق، ما يديروش باش كتجي داك اللوين ديالها يبقى طبيعي، ما يحتاجش هو قوه العطريه. المهم انا عزيز عليا ندير فيها هكايا، غير التحميره ما نديرهاش. مخ الشعريه الصينيه تجي حمراء، كتجي داك اللوين ديالها شويه صفر، حتى ديك الصفوره ماشي ديك الصفوره. ونديرو هنا شويه الهريسه صافي. هاد الاعشاب حتى هما، هاد الاعشاب ملسمه كتبان لنا الدجاج كيجي زوين. هذا الاعشاب راه كطيبي به الدجاج، اللحام، اي حاجه كتنسم الطياب. هنا نعصرو نص حويمضه، نخلطو كلشي عاد باش نعمروه وسط الدجاجه. نخلطو مزيان حتى ندخلو فيه هذيك اللقامه. نديرو شويه الزيت، ضروري شويه الزيت حتى هو باش يجي شويه من الدم، ماشي يجي ناشف. ونخلطوه مزيان 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 باش تدخل فيه هذيك اللقامه مع هذوك القشيوشات تاع الدجاج. وخا مشربلين وعاود دخلنا فيهم اللقامه ديال هاد الفيرميسيل. انا مازال هنايا حيت غنعمر في الدجاج درت فيها شويه الزعفران، اما في البريوات ولا في البسطيله. ما كنبغيهاش تجي صفراء الشعريه الصينيه، كنبغيها تبقى شويه بيضاء، تبقى في لونها. كيديروا فيها شويه الملح، شويه تاع البزار. هادشي هو اللي تيديروا فيه شويه تاع السكنجبير، اما هاد سميتو الخرقوم عرق اولا اي خرقوم ما ديريهش في الشعريه الصينيه. هنايا حيت غنعمر به الدجاجه داكشي علاش كندير خرقوم عرق. ملي نعمرو الدجاج تنعمروه ونحزموا ليه ديك الرجلين ديالو. راه كاين واحد الخويط اللي باش يحزموا به هادشي ديال اللحام، يحزموا به بحال الدجاج. كتجمعي ليه الرجيلات ديالو باش ما يخرجش داك العماره ديالو، ما تخرجش على برا. ايوا البنات، هذه هي الطريقه ديالي. هنايا كنقردو البصله وكنديرو دوك القشيوشات الثاني اللي بقاو لينا تاع الدجاج، باش كنضغمرو بها المريقه ديالنا. ندير واحد البصيله كامله مع القشيوشات تاع الدجاج مع الثومه. المهم هنا من بعد ما قررت البصله غندير شويه البزار، شويه الخرقوم عرق، نديرو شويه السكنجبير. المهم كديروا نص معلقه كبيره، نص معلقه كبيره من الحاجه. غنديرو داك يا ربي ما ديروش تحميره، انا كنوصيكم التحميره ما عمركم ديروها في الدجاج ولا في اي حاجه. التحميره ما كتستعمل لا في الدجاج ولا في اللحم ولا في اي حاجه. حنا كندير شويه الملح، شويه البزار، شويه تاع السكنجبير، وشويه تاع الخرقوم العرق، والضويمه تاع الزعفران. حتى هو كيبان انه كيعطي واحد اللون هائل للدجاج. هذا هو اللي كندير، نحط تويمه وشويه الحامض لان الدجاج كيبغي الحامض. هنايا كنديروا شويه الزيت. ايوا
كنحطو الدجيجه فوق هاد سميتو فوق البصله. ونسيت ما قلتش لكم راه درت حتى شويه تاع الربيع. الربيع ضروري من الربيع، اللي بغى يدير الربيع مطقطق اولا ديريه حزيمه راه بحال بحال، ديريه هكا عشور محزم. هذا وريقات محزمين اولا مقطع بحال بحال. ايوا هنايا ملي رويت الدجاج خليته كيطيب، وغنشارك معكم هاد الشراضه هادي بالخس وشويه المطيشه وسميتو الخيار مقطعين وشويه تاع المايس ونخلطو. كندير هنايا في الشراضه كندير غير شويه تاع الملح، شويه زيت العود وشويه الابزار، توبه محكوكه. هذا هو اللي تندير في الشراضه، كتجي بنينه فنه. هانتوما عقلوا البنات، الشلاضه ديما ديروا فيها غير الملح والبزار وشويه الخل اولا تعصروا عليه الحامض وتحكوا الثومه، كتجي هائله، كتجي واعره هاد الشلاضه. صافي هنايا انا كنحط بلا ما نقاد، هنايا ديما انايا الشلاضه ديالي كنحط الخس وكنحط فوق منها هذا، كنشتت فوق منها داك الخيار ومطيشه. هذه الطريقه ديالي بلا ما نقاد ما والو. هي الطريقه ديال الحطه ديالي. وهاد الشلاضه كنرافقوها مع الدجاج، ضروري شلاضه، هي حاجه اساسيه وحاجه مهمه هي الشلاضه. ومزيانه فيها فيتامينات. كلوا الشلاضه يا الناس بزاف، باخص الخس والخيار. الخيار راه مزيان صحاب السكر ومزيان صحاب الطونسيون. الخيار اكثر ما تاكلوه، اكثر من اي حاجه تاكلوا الخيار. الخيار مزيان مالين السكر ومزيان مالين الطونسيون، لان السكر هذاك الخيار تيهبط السكر وتيهبط الطونسيون. الانسان اللي كيتبعو كاين ما احسن من الخيار. وشلاضه ديال الخس هنايا من بعد حطيت الدجاجه طابت جات فنه في المذاق. ها هي اختي الدجاجه مقلشه رجليها. ايوا داير نحطو عليها هذيك الدغميره في الجناب. وانا ما كنرميش الخضره مع الدجاج لان الدجاجه معمره. كنسلقو شويه قلت لكم تاع القرعه. كنشحروها يا ربي. انا القرعه الخضراء كنقطعها دواور كتجي رقيقه كي الورقه، وكنشحرها في المقله مع شويه الزيت العود ومع شويه الثومه، واحد جوج ريوس تاع الثومه، وتحكي فيها الزعتر قلت لكم وشويه الملح. ديروا غير الملح وتحكوا الزعتر وشويه زيت العود. هذا كديروه في المقله، ديروه مع القرعه الكورجيت دواور، وتخليوها في العافيه مهيله وتخليوها تشحر لي تدخلها الطياب شويه، وتخليوها ماشي تطيب تولي شرويطه، تخليوها شويه شاده. الخضره قد ما بقات شويه شاده راه مزيانه فيها الفيتامين، ما تخليوهاش حتى طيب تحيد منها الفيتامينات. ايوا هذه هي القرعه ها هي. واللوبيا يا البنات حتى سلقتها، ملي سلقتها من بعد شحرتها بشويه زيت العود شويه الثومه، حتى هي كنحك عليها الزعتر ما كنديرش فيها الربيع. اللوبيا ديما يا البنات ملي من بعد ما تسلقوها وتصفيوها ديروا فيها شويه الزعتر، تحكوه فيها شويه الملح شويه زيت العود. هذه في اللوبيا. اما القرعه ما تسلقوهاش، كتشحروها ديريكت في المقله مع الزيت العود قلت لكم والزعتر شويه الملح شويه البزار، هادشي هو اللي كديروا. ايوا هنايا سلقت البطيطه بشويه الملح، هذيك غير بشويه الملح صافي وكتحطيها. هذا هو باش رافقت الدجاج كنرافقها بالخضار احسن ما انا ما عزيزش عليا ديك الروينه تاع البطاطا اولا خضره طيب مع الدجاج في الكوكوط، لا كل حاجه تنطيبها بوحدها وتنحطهم في الجناب ديال الطبسيل. احسن حاجه هي هذه، احسن حاجه في الاكل عندي هي هاد الخضار. ومن بعدها التقديم اللي قدمت لكم، وديروا لي الابوني واللايك، والله يسهل عليكم والله يفرح كل بنت يا ربي.